السلام عليكم ورحمة الله. فيديو جديد اللي غنهضرو فيه على جديد المنتخب المغربي وعلى اللاعب اللي غيعوض أمين حارث، وكذلك حال التصريح ديال بونو من أول حصة تدريبية للمنتخب، وكذلك تأسف الركراكي على غياب حمد الله عن الأسود. المهم متنساوش ديرو جيم واشتراك في القناة وشي تعليق باش يوصلكم كل جديد. وبداية باللاعب اللي غيعوض أمين حارث بعد ما تأكد الغياب ديالو عن المونديال، فلحد الآن مازال ما صدر حتى شي بلاغ رسمي من الجامعة بخصوص شكون اللي غيعوض حارث. هناك فقط يعني عدد من الأسماء المتداولة، ومنها أنس الزروري اللي كيلعب في بورلي الإنجليزي، وهو هداف الفريق بحيث سجل 8 الأهداف وعطى جوج تمريرات حاسمتين في 19 مباراة في جميع المسابقات مع الفريق ديالو اللي انتقل ليه في هذا الموسم في أغسطس الماضي، وكسب وقدر يكسب الرسمية، وبحيث أصبح هو النجم الأول في الفريق، بالإضافة إلى أنه كان تحت أنظار الاتحاد البلجيكي، وخصوصا روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي اللي كان باغيه في المنتخب البلجيكي. ولكن في هاد الساعات الأخيرة الماضية كاين حديث على أنه غادي يكون هو البديل ديال أمين حارث في انتظار التأكيد من الجامعة. ندوزو للتصريح ديال ياسين بونو من أول حصة تدريبية ديال المنتخب من قطر، اللي حضروا فيها بعض اللاعبين الأولين اللي التحقوا بالمنتخب، بحيث أكد ياسين بونو لقناة بين سبورت بأن الأجواء في المنتخب بين اللاعبين هي مزيانة بزاف، وأن اللاعبين عازمين باش يحققوا شي نتيجة إيجابية وتكون المفاجأة في هذا المونديال. وكذلك سألوا الصحفي ديال بين سبورت مراسل بين سبورت بأن المنتخب المغربي غيترشح أمام بلجيكا وكرواتيا، وسولوا الصحفي بأن هذا الأمر واش غينقص نوعا ما من الثقة في النفس في اللاعبين. ورد عليه بونو بأن يعني لو ما كانتش الثقة في النفس يعني في اللاعبين ما كانوا لاش غادي يحضروا كاع ولا غيمشيو لهاد المونديال. وأكد بونو بأن كتبقى كرة قدم وكتلعب في 90 دقيقة وعلى جزئيات بسيطة، وأن المنتخب المغربي غيحاول يستغل هاد الجزئيات البسيطة للصالح ديالو. وندوزو للخبر الثاني حول تأسف الركراكي على حمد الله الغياب ديالو على الأسود في الفترة الماضية، بحيث أكد بأنه ما فهمش هو علاش ما كانوش كيعيطوا عليه يعني المدربين السابقين، وأنه ما قدروش يعني يقنعوه باش يرجع للمنتخب، حيث أكد على أن اللاعب يعني دغيا انسجم مع اللاعبين، من أول حصة تدريبية قدر ينسجم مع اللاعبين، وأنه متحمس بزاف في التدريب وبغى يقدم أفضل ما عنده. وهادشي من طبيعة الحال فرح والد الركراكي، لأن المونديال مبقى ليه والو يبدا. المهم هادشي اللي كاين في هاد الفيديو، ما تنساوش ديروا جيم واشتراك وشي تعليق باش يوصلكم كل جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.